فيه رويلي طال عمرك رسم جيبه من الجوف. واحد قال له مرجع العشيران يعرفونه الربع، ويجي للرياض. هو يحس من الرياض زي الجوف عادي، توقف في محل هو بسط الديره، وقف جيبه ويتقضى. يوم جاي والله جيبه بس محل. الجيب راح البقاله من الدكان ويجي قال يا ولد الجيب، قال ايه هذا ممنوع، ليش توقف هنا؟ قال طيب هو قال اصبر لا تستعجل. ها؟ لا تروح يسلك دوريه. وين ودوه؟ اللي من المحلات لان الحجوزات الرياض واجد شالوه. شالوا جويبه. ويوم جاء بيهج قالوا لا تروح، اسال الدوريه اللي هنا، قال الجيب اللي ياخذونه من هنا وين يودونه؟ لاي حجز؟ للحجز الفلاني والحجز الفلاني. قالوا اسال جيبك وين ودوه لاي حجز. يوقف دوريه قال يا ربع الجيب اللي ياخذونه من هنا وين؟ قال والحجز الفلاني. وياخذ تاكسي قال ودني الحجز الفلاني. يوم جاء الحجز قال المسؤول وين هنا؟ قالوا فيها النقيب فلان عتيبي. قال يا الحمد لله عتيبي. قال ان شاء الله تنحل الامور. ورويلي يقطع عمرك يفتح الباب وهو يدخل. بالمكتب حق النقيب عتيبي. يا والله عنده واحد. هو يقوم هذا يسلم على الرجال، وهو يروح للنقيب ويلف من وراء الماصه وهو يحبه ويقعد. هذا بس عيونه فيها النقيب حبه ما يعرفه. هذه المهم طلع الرجال اللي عنده قال للعسكري لا حد يدخل، قفل الباب. يا اخوي انت حبيتني وانا والله برد فيك، اتعرفك ما اعرف ما ادري من المحبه اللي ما ادري وش محبه معرفه ذي. قال يا اخوي انت حسب اني حابك انت. قال اجل. قال انا حاب العتيبي الله يحبه. قال انا اخذ واضح. اي والله اخوه. لعن ابوك وش فيه؟ وش فيه؟ الحين حسب المساله حسبنا كبير، حسبنا ذبح الا الرجال ولا والله ورطه. لعن ابوك وش فيه؟ والله لو يرحن هذين كلام صحيح. وانا الحقهن يامورك انها ملبه. حي فاله. قال انا جيبي شالوه ودخلوه عندكم بالحج. قال وشو؟ قال جيبي دخلوه بالحج. قال انت وش انت؟ قال رويلي. قال الله يلعنك ويلعن الروله ويلعن مدري وين. لعن ابوك دمي فاض. حبيت العتيبي احسبنها فيه. يا رقيب. قال نعم. قال جيب الرويلي غسله وعبه بنزين وغير زيته وجبه وجيبوا لنا غدا وتكي عنده. هذه اشوى من لو انها مصيبه. هو توسع اكبر من كذا. يوم طلع عمرك والله جيبه يقول هلو. هذه شراها والله اخوك. قال يا اللحيه الغان معونه للنقيب، هذا تلفوني الارضي ما اول ما في جوالات، وانا مخطط الف بسكاكه هنا. لو بغيتوا شيء والله اصدفت هالظروف. الله يحييك. ومش روح. يوم جاء عقب فتره يا والله عيال عم النقيب هذا العتيبي وعوايلهم في عندنا مداوي قالها الفويحي من هالسنين. مداوي شعبي تجيه الناس من كل محل. يوم والله الناس تسال يطقون بابه. تفضل. قالوا يا اخوي نبغى مرجع شيران. قال وصلتوا على خير. قال والله احنا من طرف النقيب فلان ولد عمنا. قال الله يحييكم. وعلى هك الطليين ويعشيهم واهلهم معهم بالبيت. يوم جاء المغرب ثاني يوم المغرب ويوديهم يم الفويه. قال الفويه هذول يبونهم 15 يوم، كل يوم بعد المغرب يجون. اللي يعالج. هو يغير ويستاجر شقه انت يا مرجع رويلي ويفرشها مكيفين الوفاء ويذبح طلي ويحطه فيها الثلاجه وخضروات ويملاها وكل شيء. قال يا عتيبه والله ماني بجحركم عند عيالي وانتم مو نساوينكم. انا استاجرت شقه شهرين مو 15 يوم، اقعدوا بها يا ما تقضون حاجتكم. هذا دواهم قبل الدواء. العلم الطيب يشفيك. يشفيك والله. عاد مشوا. شوف الراعي الاولى ما ولا وبعد عاد رجعوا الوفاء. قالوا يا اخوي ولد عمه وش انت مسوي؟ يا رجال رويلي هذا طير والله هاللون ما ادري وش الاجزاء. قال شغله عندي اتركوه. هو يدق عليه قال ارسلنا صوره بطاقه عندنا راضي توزيع نبي غدا الله يرزقك برا. شوف يا زين مزاج. هذا مروءه. المهم هو يرسل صوره بطاقه خبرها من ناحيه خبرها. يرسل صوره بطاقته طال عمرك لهم. يوم اخذ له حول 10 ايام. يا والله البسامي عندنا توه فاتح
اللي ينقل ذا. إيه. يا ولد دق عليه قال يا ولد انت ما فلان قال لي قال تعال لك موتر عندنا جايب جديد. يا الله. قال يا رجل مالي موتر ولا خبر يا مني. الله يا قال يا رجل ما اسمك فلان قال تعال هو يجي. ورا الاستمارة يا والله اسمه كامل. يا والله ترى ما يضعف ولد عمه من يجيب شغاله جيب جديد. ما يضعف بتر الاول ذاك. اي والله. ابو مرسل. زين. صك له جديد بقراطيس ويرسل. يا سلامة غريبة يا زين مزارقة.